السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت اليوم نهضر على واحد الموضوع على الغيرة. واش كتعرفوا شنو هي الغيرة وشنو هو الحسد وشنو هو الاشياء كاملة اللي موجودة في الحياة ديالنا؟ هي كتعتبر من الواقع الخفي الذي نعيشه. يعني بزاف ديال الناس كيعانيوا هذا الامر هذا، فما كتعرفش الناس اللي كتغير منك، من الناس اللي كتبغيك، من الناس اللي كتحسدك، من الناس اللي كتقرب ليك، يعني ما كتعرفش نهائيا شنو كاين. دائما عطانا ربي واحد الميزه اللي شنو هي واحد الاحساس، واحد الحدث غالبا تيكون عند الانسان الصافي اللي قلبه زوين، تيكون عنده كيحس به دائما لما كيتلاقى شي انسان مزيان كيعرفوه مزيان، تتلاقى شي انسان خايب تعرفه خايب من الحدث ديالو. لكن هناك البعض القلوب الطيبة اللي كتجاهل هذا الإحساس، كتقول لا ما تاخذش واحد سوء ديال الظن فيه ولا شي حاجة، يقدر يكون إنسان مزيان وأنا نظلمه بهذا الظن هذا، فما كتعرفش. لكن حتى كدار بك، حتى كتحس داك الإنسان دارها بك، عاد تتعاق تقول واه حسيت نهار الأول قالها لي قلبي، غير أنا تجاهلت الأمر. فغالبا الانسان دائما كل المجالات ديال الحياه، كل المجالات كاينه هناك غيره، كاينه هناك حسد. كاين واحد الانسان في الحياه في الوجود ما كيبغيكش انت تكون احسن منه نهائيا، دائما هو اللي تيبغي يكون هو طالع اكثر منك انت، فكيبغي على انه دائما على انه شنو يدير، انه ينقص منك، يهضر فيك خايب، يقول عليك شي اشياء ما درتيهاش على انك درتيها، على انك كدير كتفعل. دائما كيحاول على انه يخيب صورتك قدام الناس، وهو كيزين صورته قدام الناس. يعني هاد الصنف هذا ديال الانسان حاول على انك تبتعد عنه باي طريقه، لانه دائما غادي يحطك في واحد الموقف الذي ما تلقاش لي فكك منه. فحاول تبعد وحاول تخدم بالصمت، حاول البيئه الحياتيه هذه ضروري في الحياه. غادي تلقى انسان كيغير منك يقدر بلا سبب، راه ماشي بالضروره تكون عندك الفلوس، عندك المال، عندك الشهره، معروف زوين على ان الانسان يغير منك. يقدر يغير منك على ابتسامه، على الناس جات عندك وسلمت عليك وحباتك، يغير منك. حب الناس يغير منك، شي حاجه فيك ما يبغيهاش تكون فيك. فحاول دائما قلبك تسمع ليه، ودائما ربي عاطينا هذا الاحساس هذا، غير حنا كنتجاهلوه، كنمشيو على العقل داك الشيء، لا كنمشيو مع القلب، كنمشيو ماشي قضيه القلب، كنمشيو بالتواصل. كيف ما كيهضر معايا صافي يهضر معايا زوين راه زوين، هضر معايا خايب راه خايب. لا، يعني حياة مواقف، افعال. يعني راه ماشي اي واحد قال لك كيبغيك راه كيبغيك، ماشي اي واحد قال لك راه بغيتك تنجح راه بغاك تنجح. لا، بغاك تسقط او بغاك تنجح على حسب. ولكن دائما انت خدم في الظل، اشتغل في الظل على نفسك، وكن انسان وخدم شويه عليك. والحياه هي هذه، غير انت هذا الانسان الناقص اللي كتلاقاه في حياتك، انت ما كتعرفوش ناقص في الاول، ولكن من خلال الافعال، من خلال العديد من الاشياء كتعرفوا على انه انسان خايب ماشي زوين، ولكن كتجاهل الامر حيت قلبك زوين. فحاول دائما تكون انسان كتسمع لقلبك، تسمع لقلبك، والدنيا هي هذه دائما. وخدم واشتغل، والحياة راه هكا. وشكرا. هذا موضوع الغيرة والحسد اللي كاين في عدة مجالات بغيت نهضر عليه. فكاين في الفن، كاين في اي مجال، في اي مجال كاين. يعني تيقول لك واحد المثل مغربي، صاحبك خوك في هذا عدوك في الحرفه، خوك في العرف صاحبك في الخوك، بحال هكا. خوك في الحرفه عدوك، بحال هكا. يعني اي شخص لديه نفس المهنه او موهبه او الشيء الذي انت تفعله،
فهو قد يكون عدوك في يوم ما. فدائما كن إنسان يقظ، ولا تعطي نيتك وسيرتك لأي أحد، واشتغل على نفسك بالصمت باش توصل إن شاء الله يا ربي. والحمد لله. ودائما خدم وثق في نفسك واعطي القدرة لنفسك، والحياة هي هذه، وأكيد إن شاء الله ربي غادي ييسر لك شي نهار. وما تثقش، نصيحة مني ما تثقش واسمع لقلبك، ما تثقش واسمع لقلبك.